ما هي خزعة الكلى؟ وما هو فحص النسيج للكلى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي أو إحدى مشاكل الكلى اللي تحتاج خزعة الكلى يتخوفون من عمل هذا الفحص، وهو فحص طبعا هو أحد مراحل الفحص اللي نحتاجه احنا كأطباء لتشخيص حالة الكلى ومشاكلها بطريقة نسيجية. طبعا طريقة أخذ هذه الخزعة هي عن طريق تخدير موضعي بجانب البطن من جهة الظهر، والوصول عن طريق الجهاز السونار ورؤية الكلى بصورة صحيحة، والدخول بنيدل أبرة طويلة متخصصة لأخذ خزعة من قشرة الكلية، وإرسال هذه الخزعة إلى المختبرات المتخصصة لفحص النسيجي وإظهار الخلل الموجود في الكلية ذاك الوقت. طبعا نحتاجه بعدة أمراض، منها مثلا أمراض مناعية، التناثر الكلوي وطرح البروتين عن طريق الإدرار، منها أمراض أخرى مثل داء الذئب الإحمراري أو مضاعفات أخرى من أمراض مناعية نحتاجها بهذا الشكل لتشخيص المرض، ونستفاد منها جدا في مراحل معينة لتحدد لنا نوع العلاج اللي نستخدمه مع المريض أثناء هذه المرحلة. طريقة أخذ الخزعة هي طريقة سهلة، ممكن يتحضر المريض عن طريق أولا يكون السيطرة على الضغط مالته خلال المعدل الطبيعي، لأن إذا كان الضغط مرتفع ممكن نأجل الموضوع إلى أن يستقر الضغط، أن تكون عوامل الخثرة والنزيف بالجسم صحيحة بدون أي مشاكل، أن يكون إذا كان يأخذ مخففات دم أو مميعات دم مثل الأسبرين أو مادة الكلوبيدوغريل البلافكس، هذه المواد لازم نوقفها كم يوم من 3 أيام إلى 7 أيام قبل أخذ الخزعة، حتى لا تكون عندنا أي مضاعفات أثناء أخذ الخزعة. مضاعفات الخزعة ممكن أن يكون هناك ألم في منطقة سحب العينة، أو مرات يصير نزيف بنسبة جدا قليلة ويخرج هذا النزيف ويا البول، أو مرات يصير نزيف بنسبة جدا قليلة أيضا تحت قشرة الكلية. فلهذا احنا دائما نتابع المريض، نسوي له سونر بعد الخزعة إذا كان أكو أعراض، وإذا لا يوجد أعراض فمجرد راحة لمدة كم ساعة، وبعدها ثاني يوم ممكن أن يستأنف طريقة حياته وعمله بصورة يومية بدون أي مشاكل. فلهذا هذا الفحص لا يجب التخوف منه، هو فحص ضروري جدا لتشخيص حالة المريض عن طريق الفحص النسيجي للكلية المسمى بالرينال بايوبسي، خزعة الكلية، للحصول على أفضل طريقة للعلاج وأفضل طريقة لمحاربة هذا المرض وعلاجه بصورة صحيحة. وشكرا جزيلا لكم. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی